السلام عليكم البنات، مساء النور والسرور لكل متتبعاتي الغاليات. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية يا رب. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا صافا الحمد لله في نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ان شاء الله راح نديروا جدول وجبات يعني يوالم ولا يناسب هذا الجو اللي رانا فيه، ويناسب كمية اللحوم اللي كنا شريناها وكمية الخضر اللي كنا شريناها. هذا تحدي انه نكملوا الخضر واللحوم لمدة 10 ايام بالشيء يعني اللي بالجدول هذا تاع الوجبات، يعني راه مرافق لقائمة الخضر والفواكه وقائمة اللحوم اللي كنت شاركتها معكم. يعني هذا تحدي. اول حاجه هذا الجدول راه جدول مصور. كما راكم تشوفوا اول وجبه درناها راح نبدا لكم بيوم الاحد، وفي الاخير راح نعطيكم الجدول مصور. هنا يوم الاحد كنت درت لوبيا بيضاء، درتها يعني على طريقتي تجي ما شاء الله بنينه. جربوها البنات ورجعوا لي الخبر. كنت درت زوج حبات تاع زروديه، درت معاهم سنه تاع الثوم وحبه تاع بصل مسكرفجه، درت معاهم ثاني حبه تاع بطاطا قطعتها مربعات صغار، ودرت معاهم يعني شويه تاع الزيت وخليتهم يتقلاو. درت معاهم مغرف صغيره تاع طوماطيش كونسونطري وحبه تاع الطوماط هذيك اللي كنت خدمتها معاكم من المركزه، وخليتهم يتقلاو. بعد ما تقلاو مرقت ودرت عليهم اللوبيا وغلقت الكوكوط وخليتهم يطيبوا. طبعا التوابل كنت درت فلفل كحل، فلفل عكري حلو، فلفل عكري حار، زنجبيل، راس الحانوت، ودرت معاهم شويه تاع الزعفران، ودرت حبه تاع الجombo ورقه تاع الرند، ودرت قلت لكم درت الملح والكركم وغلقت عليها وخليتها طابت في غرضها، ودرت شويه تاع القزبر هذاك المجفف اللي كنت خدمته معكم. بعد ما طابت مكسيت الزروديه مع شويه تاع المرقه وحبيبه تاع اللوبيا، وكما راكم تشوفوا هذه هي نتيجه جات بنينه بزاف بزاف. للعشاء كنت درت سوب تاع الكوابه. ونهار الاثنين نجو اليوم الاثنين قلت لكم لهنا درنا سباغيتي للفطور، يعني نديروا نهار تاع المعجنات. وللعشاء كنت درت حريره. الحريره كما راكم تشوفوا درت حبه تاع زروديه، شويه تاع ستر تاع الدجاج يعني قطعته، حبه تاع البصل، حبه تاع البطاطا، طوماط كونسونطري اللي كنت خدمتها معكم، وطوماط كونسونطري تاع الباطا، وقليتهم مليح. بعد ما تقلاو درت لهم يعني لي زيبيس والحريره تاعنا يعني تاع المرمز، ومرقت وخليتها طابت. كما راكم تشوفوا لهنا جبت لكم الصوره تاعها. درتها مع ميني بيتزا. دونك الاثنين قلنا الصباح سباغيتي، والعشيه للعشاء حريره وميني بيتزا. نهار ثلاثه كنت درت العدس. هنا كما راكم تشوفوا درت حبه تاع زروديه يعني مرابيه، ودرت معاها حبه تاع بصل مرابيه وسنه تاع الثوم. هنا ما تشوفوش الكوكوط كنت درت فيها هذاك فورس اكسبريس وكانت حرقته لي، يعني درتها ميم با 5 دقائق حرقت لي الكوكوط. لهنا كنت راح نشارك معكم هذه الوصفه ونقول لكم اعطوني ماركه تاع كوكوط باسكو كنت معوله نشري، مي فينالمون راني شريت يعني حاليا راح نشاركها معكم فيما بعد. هنا كما راكم تشوفوا درت لها شويه تاع لي زيبيس، الكركم، راس الحانوت، الملح، الفلفل الكحل، درت معاها شويه تاع القزبر، ودرت لا طوماط كونسونطري كما راكم تشوفوا. هذه الماركه تاع سيكام قلت لكم جربتها جاتني مليحه. وهنايا راح نمرق عادي، نمرق عليها ونغلق، يعني راح تجيكم يجيكم واحد العدس ما شاء الله. درت معاه وحده تاع الجombo، درت شويه تاع الكمون، ودرت معاه الفلفل العكري من قبل ما ننسى. فوالا هذا هو العدس اللي كنا طيبناه. شوفوا يجي خاطر، يجي بنين ويجي طايب زبده مالغري كو هذا العدس يعني ما نفختو ما والو. نجو دوكا للعشاء كنت درت كباب. كباب يعني عادي، كباب فريت مع حمص، مرقه تاع حمص ودجاج وفيها سلطه. هنا قلت لكم راني دائما نسي كيفاه في النهار، يعني اخترت ندير اطباق عاديه واطباق اللي فيها اللحوم. فوالا لهنايا قلت لكم بعد ما كنا درنا الكباب والسلطه نجو للاربعه درت تشكتوكه للفطور. وللعشاء درت لوبيا قراطه. هاد اللوبيا ثاني كتجيب لينا بزاف بزاف، يعني عادي كيما نديروا لوبيا صوتي برك راح نديروها في الفور مع لاصوص بيشاميل. هنا درت شويه تاع الزبده، درت عليها حبيبه تاع البصل كنت قطعتها يعني قطع صغيره، ودرت معاها سنه تاع الثوم كنت رابيتها. راح نحمصها مليح، وفي نفس الوقت اللوبيا تاعي كنت يعني تغليها ولا تفوريها. ومن بعد بعد ما تفور راح نجي نقليها في هذاك الزبده اللي كنت درتها مع شويه تاع الزيت، ودرت معاها البصل والثوم ونخليها تتقلى مليح يعني تتشرب مليح. راح ندير لها التوابل اللي هي الملح، فلفل الكحل، وقرصه تاع القرفه، لانه يعني اللوبيا مشطو تحب القرفه بزاف.
ومن قبل ما ننسى ثاني كنت ضفت لها شويه تاع الكركم وخليتها تتقلى مليح. بعد ما تقلات كنت قليت البطاطا كما راكم تشوفوا فيها مكعبات. تقدروا البطاطا ديروها كوش وحدها واللوبيا كوش وحدها. انا خلطت كلش باسكو ما كثرتش ودرت معاها شويه تاع القزبر. تقدروا ديروا المعدنوس، انا يعني ما نبغيش المعدنوس، درت معاها القزبر مقطع. ولهنا جبت المول تاع الكغاتان اللي يدخل الفرن كنت دهنته كامل بالزبده وحطيت الكميه تاع اللوبيا والبطاطا فيه وجيت نخدم لاصوص بيشاميل اللي راح يعني نغطي بها هاد الكغاتا. درت مغرف كبيره تاع زبده ومغرف كبيره تاع فرينه وخليتهم فوق النار دائما مع التحريك المستمر حتى كي يخثروا مليح مليح. ومن بعد راح نضيف عليهم الحليب تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي انا باغيته، يعني باه تولي لي خضره. لهنايا تقريبا درت 2 مغارف تاع فرينه و2 مغارف تاع زبده و2 كيسان تاع حليب ودرت معاهم شويه تاع الفرماج رابي، شويه تاع فلفل كحل وشويه تاع الملح لانه درنا الفرماج يعني على هكا ما نكثروش الملح. دخلتها للفور. هنا البنات ما صورتها لكمش باسكو كنت ديجا كنا قضينا عليها تسمى ما صورتلكمش النتيجه النهائيه. نجو دوكا لنهار الخميس في الفطور كنت درت الكراتيكا، الوصفه اللي عجبت كامل الناس اللي شاركتها معكم ما قبل في القناه، لكن راح نعاودها معكم. ما كاش اللي ما جربتهاش وما نجحتلهاش. لهنايا كنت درت 2 كيسان تاع ما، 2 كيسان تاع حليب من الافضل يكون لحظه ولا كونديا. درت معاها كاس تاع الكراتيكا ولا تاع الحمص المطحون، نخلطوها مليح بالفوي ومن بعد راح نضيف عليها المقادير الاخرى. وهنايا واش راح نزيد عليها نفس الكاس اللي عبرت به الكراتيكا، راح ندير ربع تاعو زيت وحبه تاع بيض ونخلطها مليح من قبل ما نضيفها للخليط. الزيت قلت لكم ندي 1 على 4 من الكاس. هنا راح نضيف عليها كميه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، شويه برك تاع كمون. انا يعني بالعاده نزيد معاها حبه فرماج تاع القطع هذوك الصغار تاع المثلثات ونضيف معاها شويه تاع الهريسه. لازم تميكسوها بالميكسور يعني ماشي بالباتور، لازم الميكسور لانه بالميكسور راح كلش يعني الخليط يتجانس هكا ما تقعد لكم ما والو. يعني راح تدخليها مباشره للفرن بعد ما تكوني دهنتي سنيوه بالزيت وتكوني سخنتي الفور. فوالا شوفوا النتيجه النهائيه بعد ما كنت رشيتها بشويه تاع الكمون. ما كاش اللي ما جربتش الوصفه وما خلاتليش تعليق وقالت لي بلي نجحت لي. نجو لهنايا للعشاء كنت درت هذه لاصوص طوماط بلي بولات تاع الكفته هذو تاع الفيونداشي هكا طيبتهم في الطاجين تاع الطين. درت معاهم شويه تاع المعدنوس وحبات تاع البيض تجي بنينه بزاف بزاف. كنت شاركتها معكم من قبل في القناه. نجو نهار الجمعه كما تعرفون الجمعه دائما نديروا حاجات تقليديه كما راكم تشوفوا رشته ولا نديروا طعام هكا بالدجاج ولا يعني النهار اللي تلم فيه العائله بالمرقه ولا بالبن ولا كاين اللي يديروا بالعنب كل واحد وكيفاه يبغيه. هذه فيما يخص الفطور. فيما يخص العشاء البنات راح نديرو زيتون مع رولي تاع الدجاج والفيونداشي ولا دجاج وسكالوب. بما انه انا ماشي سكالوب شريت الدجاج وشريت الفيونداشي معناتها راح نديروه بالدجاج وبالفيونداشي كما راكم تشوفوا فيه بهذه الطريقه. الوصفه راهي في القناه على كما عاود شاركتها معكم. وصفه بنينه بزاف بزاف كنت شاركتها معكم من قبل. نجو دوكا لنهار السبت في الفطور راح نديرو سردين عادي يعني بلا درسه وراح نديرو معاه بطاطا سلطه يعني حاجه سامبل وبسيطه. يعني في ايام راح نديرو لحوم وايام راح نديرو حاجات بسيطه اقتصاديه اللي توالم كامل العائلات الجزائريه. هذه فيما يخص يوم السبت في الفطور. في العشاء راح نديرو الشوربه ونرافقوا معها سوفلي صغار ولا نديرو معاها بيتزا كاري. البيتزا كاري من الاحسن لانه راح يعني ما تشدكمش بزاف في الطياب. ديريها كامل في سنيوه واحده وطيبيها على ضربه. فيما يخص يوم الاحد في الفطور راح نديرو مقارون وفي العشاء راح نديرو بيتزا عفوا نديرو لا بوري باليزابا. بما انه شريت الكبده معناتها راح ندير بوري مع الكبده كما راكم تشوفوا. يوم الاثنين في الفطور راح ندير السلق وفي العشاء راح ندير مثوم. اما فيما يخص يوم الثلاثاء راح نديرو كغاتان باذنجان بالرز. اللي هنا كما راكم تشوفوا درت الباذنجان ذبتو في الماء وشويه تاع الزعفران والملح وخليته حتى كي يشرب مليح وطلق هذه الكحوليه تاعو. قطرته وقليته في الزيت بعد ما درت له الملح ودرت الرز كيله تاع رز ب2 كيلات ونص تاع الماء وخليته يطيب. بعد ما طاب نحيته درته في الكسكاس صفيته وشللته. ودوكا نجي نخدم لاصوص طوماط. درت ورقه تاع الرند شويه تاع طوماط كونسونطري شويه تاع طوماط اللي كنت خدمتها وشويه تاع الزيتون ايفيلي فلفل الكحل كركم عكري الملح ورقه تاع الرند كما راكم تشوفوا شويه تاع الزعفران. قلت لكم اختكم مضروبه على الزعفران كون ما نديروش ما على باليش واش يصرا فيا.
هنا مرقت وخليته طاب في غرضه. الرز بعد ما شللته درت له شويه تاع الزبده، جيت حطيت كميه تاع لاصوص طوماط، درت معاها درت طبقه تاع الباذنجان، طبقه تاع الرز، وراح نزيد معاها طبقه تاع الباذنجان. قبل ما ندير طبقه تاع الباذنجان اللي من الفوق راح نشمخو ولا نشرب كامل الرز تاعي بلاصوص طوماط. تقدروا ديروا معاها حبه تاع الجامبو كيما تقدروا ديروا معاها طيبوا معاها الدجاج. درت معاها كميه تاع كما كنتم تشوفوا تاع لا كريم فريش، ودرت الطبقه الاخيره تاع الباذنجان وزدت عليها كميه تاع لاصوص طوماط. وشوفوا يعني النتيجه كيفاه تجي بنينه. هذا الرز يجي بنين وطيب على حبه. قبل ما نكملوا الفيديو اللي وصلت لهذه المرحله ما تنساش تخلينا جيم وتعليق اسفل الفيديو ترجع تكمل الفيديو معنا. هنا كنت فورت البسباس مع رشه تاع الملح ورشه تاع الفلفل الكحل، وجيت نخدم في الطاجين هذا ماغو. كان راح ندير جواز بسباس عادي راح نديروه للعشاء تاع نهار 3. درت كميه تاع شويه تاع الدجاج، تقدروا ديروه بالدجاج. درت كميه تاع البصل وشويه تاع الثوم ربيتها عليه وخليتهم يتقلاو في كميه قليله تاع الزيت، ما كثروش الزيت لانه الطاجين ماغو كان يطلق الزيت. هنا راح ندير بطاطا عادي. بالنسبه للاخت اللي قالت لي جواز بسباس قولي لنا كيفاه ديري، هذا هو يعني جواز عادي ما في حتى مقليات. كما راكم تشوفوا هذا الجدول راه جدول بسيط. هنايا درت معاه شويه تاع الحميصه ويعني مرقت وخليتها طيب في غرض. الطاجين تاعكم غطوه بصاك دو كونجيلاسيون يكون مشمخ. درت الكميه تاع الحميصه، شويه ورقه تاع رند، شويه تاع القزبر، غطيته وخليته طاب. وفي نفس الوقت البسباس كنت قليته بعد ما طاب مع الدجاج وحطيتهم في الطاجين. هنا راح نجو لاخر يوم اللي هو الاربعاء اللي هو اليوم العاشر. راح نديرو شوفلور مقلي مع لي فريت وسلطه. هنا راح نعطيكم طريقتي اللي ندير بها الشوفلور العادي اللي نقلوه. راح يجيكم لي كروكات تاع الشوفلور هذو يجوا يعني مقرمشين ويجوا بنان احسن من انك تقليهم في البيض. هنا درت زوج حبات تاع البيض، درت معاهم كميه تاع الحليب، شويه تاع الفارينه، سنه تاع الثوم، القزبر ولا المعدنوس، نديروا معاها شويه تاع الكركم، شويه تاع الملح، فلفل الكحل عفوا، وشويه تاع الزعفران. راح نخلط كامل هذا الخليط ضربه واحده، ومن بعد راح نبدا نحط فيه لي كروكات ولا نحط فيه لي غوزاس هذوك تاع الشوفلور اللي كنت فوق. انا الشوفلور اللي هنايا كنت يعني غليته ما فورتوش، غليته. درت معاه شويه تاع الخبز الصابح وورقه تاع الرند، هكا بيجبد لنا كامل هذيك لي غاز اللي يكونوا فيه، وثانيك ما يديرناش الريحه. درت شويه تاع راس الحانوت، فلفل الكحل، خلطهم مليح وراح تشوفوا يعني كيفاه راح يعني يتقلنا في الاخير. طبعا كنت قليته في الزيت يكون سخون، خليته حتى كي يعني يتحمر في الجهه اللي حطيته عليها باه نرجع نقلبه. لهنا كنت درت معاها لي فري، درت معاهم يعني قرونه تاع الحار، وقلت لكم خلوها حتى كي تقلى مليح من تحت بعد تقلبوها يعني حتى تحمر من تحت. فوالا كان هذا الفطور تاع نهار الاربعاء. قلت لكم رافقته مع سلطه عاديه يعني حاجه بسيطه غير وشاليه، وانت درتي الفطور تاعك. نجو دوكا نهار الاربعاء يعني في العشاء. واش كنت درت لاصوب تاع البواكاسي. لاصوب هذه شوفوا نعطيكم طريقه بنينه بزاف جربوها على ضمانتي. هنا درت كميه تاع الزيت في الكوكوط. هنا كما راكم تشوفوني الكوكوط درت وحده جديده يعني ماشي هذيك اللي كانت عندي اللي طيبت لكم فيها العدس. فوالا هنايا بعد ما درت الزيت درت قطعه تاع يعني صغيره تاع الدجاج، كنت قليتها مليح ومن بعد واش طفت عليها يعني بعد ما تقلات كنت قطعتها رجعتها مربعات صغار هكا باه طيب لي بالخف. درت سنينه تاع الثوم، حبه تاع بصل مقطعه كراوات، حبه تاع طوماطيش، شويه تاع القزبر ولا معدنوس، وكميه كاسه اللي كنت نفختها يعني بربع ساعه قبل ما نبدا نطيب. نجمه الارض يعني وحده، وشويه تاع قرفه عود، ملح، فلفل الكحل، زنجبيل، كركم، عكري والفلفل الكحل قلت لكم. نخلطها مليح ونخليها تتقلى في غرضها. بعد ما تتقلى راح نضيف عليها يعني المكونات اللي بقاو. هنايا كنت ضفت لها شويه تاع الزعفران ومغرف صغيره تاع الفرينه هكا يعني باه تجينا شويه عقده وما تجي، وثانيك في نفس الوقت باه يعني من بعد ما تجيناش تتعدني. راح تشوفوا كيفاه تجي الطريقه تاعها. بعد ما ولقت عليها طابت جيت لهنا ميكسيتها مليح. بعد ما نحيت هذيك نجمه الارض ونحيت العود تاع القرفه، وفي الاخير راح نضيف لها شويه تاع النعناع مجفف نطحنه بين يدي ونديرو، وكميه تاع الكمون. فوالا كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم كامل الوصفات اللي كنت قدمتها لكم. هذا جدول وجبات متوازن اقتصادي وصحي، واللحوم كميه اللحوم اللي كنت شاركتها معكم في المشتريات نفسها اللي حطيتها واللي خدمت بها وكفاتني 10 ايام كامله يعني نجحت في التحدي. ان شاء الله اذا عجبكم الفيديو خلوا لي جيم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.